شنو اللي يجذب الشاب إلى الشابة، وشلون ينشدون إلى بعض، وعلى شنو يعتمدون. شريكة حياتي اختارها انه اهم شيء الاخلاق. والله اهم شيء تكون جميله ويعني عندها انوثه. طبعا كشكل. حبيبي انت يا روحي انت حياتي انت. وبعد 3 سنين أو سنتين من الدراسة بالجامعة يبدأ الطالب والطالبة بالتفكير لاختيارهم لشريك الحياة. قضية أزلية، كل وقتك أنت مجرد أن بلغت راح تفكر بهاي القضية، تبدي وراها اختيار النوعية وشنو نوع البنية، أكيد واحنا من المطالب اللي هي شوفها أساسيا وبشرة البنية، أنا شخصيا البنية اللي ببالي أكيد سمرة متوقع إذا أبيضة ما راح أتقبل ولا أحب أي. بالإضافة إلى نقطة مهمة ثانية بالإضافة للبشرة تقترن طبيعة وبساطة البنية. والبعض من الطلاب قالوا انه اختيار شريك الحياة يعتمد على يعني شكله اكيد لازم طويل وحلو انيق، اهم شيء يعني والولد. علاوي يا علاوي يا علاوي علاوي يا علاوي يا علاوي اسمار كحيل العين يا علاوي علاوي يا علاوي. والبعض الاخر ركز على الطبقة الاجتماعية والمعيشية والثقافية. يكون بها الاختيار حسب طبقة الشخص وعائلته والبيئة اللي عايش فيها، بس انت لو جيت سألتنا شخصيا شنو نوع البناء اللي تختاره، طبعا هي مواصفات ممكن بسيطة بنظر البعض ومعقدة بنظر الآخر. أنا بالنسبة لي البناء أول فقرة ممكن تكون بعيدا عن الظاهر والجمال وهي التفاصيل، نكون أكثر ثقافة عند البنية، أكو متوسعة عقليتها، منفتحة، تفهم الواقع. بس أكو البعض من البنات فضلا الأخلاق على الشهادة. اول شيء تجذب هي الاخلاق، ذاك عن الجمال انا ما يهمني لا الشهاده ولا يهمني جمال، اهم شيء اخلاق الولد، انه من عائله ويكون مؤدب. وبالنهاية كنا نعرف أنه القسمة والنصيب هي اللي تحدد شريك الحياة.